اللايف دوت. طيب بالنسبة للجزئية التانية، المرتزقة اللي فاتحين ليل ونهار ومش بتناموا، وشتايم وقلة أدب وسفالة وقذارة وانحطاط وخطف الأعراض واتهامات باطلة، اوعوا تفكروا ان الاسلوب الرخيص ده ليه اي تأثير، ولا اي تأثير نهائي والله. تمام؟ تقولوا مش عارف بيعملوا ايه، بيسووا ايه، تتهموا فلان بشيء باطل، تقولوا عليها مثلا كلام قذر. كل الكلام ده ان دل يدل على حالة الارتباك الشديدة والتوتر اللي انتوا عايشينها. لا، ومفبركين لي في فيديو قليل الادب، تخيل، مش بتاعي. يا استاذ عادي، هم بيدعوا كمان ان انا واحد من الناس، برضه حاجات كده غير اخلاقيه. سيبك منهم ولا تشغلي بالك، دي كلها اساليبهم، ومعروف ان هم اساليبهم اساليب رخيصه، فهمتيني؟ هم بيحاولوا يعني يضغطوا بكل ما اوتوا من قذاره، مش قوه، لان اللي هم بيعملوه ان دل يدل على ضعف موقفهم، بص عشان ان هم بص يبعدوا، عاوزين بص يبعدوا ام اي مكة، حد بص ام مكة نشرة بيقرب لي من ايه. حضرتك. بص طب الفيديوهات دي، بص معلش حضرتك خليني ام في مكة نقطة. نشرة ايه. بص. طب خليني في نقطة طيب. تمام، اتفضل. خليني في نقطة. ماشي ماشي بالنسبة حاضر. بالنسبة للأستاذة المحامية اللي بتقول إن هي تتقدم ببلاغ ضد حضرتك، تمام؟ أظن إن تتقدم هي بس ما تغلطش أظن إن فيا. هي اسمعيني طيب، ليها كل الاحترام والتقدير، بس أظن يعني إن لازم يكون يعني في صفة أولا. تمام؟ لأن كلام حضرتك والاتهامات كانت موجهة لأشخاص بعينهم، فهي لو وكيلة عن حد منهم مفيش مشكلة. خلاف ذلك فهي عارفة ان لازم يبقى في توافر للصفة والمصلحة. تمام؟ ده اذا كان بخصوص اتهام حضرتك او توجيه حضرتك الاتهام لأي شخص. تمام؟ بخصوص الساقط اللي اسمه السويسي وبتاع الكتيبة ومنصور والبت اللي هي كانت حضرتك كنت بتكلميها اللي اسمها كيداهم دي، اللي على راسها بطحة تقريبا ولا حاجة. تمام؟ والولد اللي اسمه بوجي، كل مجموعة المرتزقة دول اللي هم قاعدين بيشتموا بألفاظ قذرة وبذيئة. تمام؟ اوعوا تفكروا ان الاسلوب الرخيص ده ليه اي تأثير، بالعكس. يعني هي بتدعي، البنت دي بتدعي ان انا قلت عليها ان هي قتلت فلان ولا قتلت فلانة. انا ما قلتش كلام زي ده، من الواضح ان انت اللي على راسك بطحة. انا ما قلتش حاجة زي كده، انا قلت لمروة هانم تجاهليها. يا جهلة، انا قلت تجاهليها، يعني يا مروة هانم معاك. في لايف مبعوت لي وانت بتقولي ان انا قلت لمروة هانم استهلكيها. يعني ايه استهلكيها؟ انت استيكة؟ استيكة انت مثلا؟ بقول لها تجاهليها. فقلة الأدب والقذارة والانحطاط الأخلاقي ده إن دل يدل على إنكم مجموعة مرتزقة ومأجورين. تمام؟ وتقولي لي بتروح كافيه كذا، يعني أنت مثلا بتهدديني، فاكرة إن أنت هتهدديني أنت ولا اللي مشغلاكي ولا اللي بيحمي اللي مشغلاكي حتى، ولا جوز الست اللي هي مشغلاكي؟ ده أنتوا كلكم عالم قذرة كده ببعضيكم، وأساليبكم رخيصة جدا. سيادة المستشار سامعني؟ أنا سامع حضرتك بس مضطر أوطي الصوت نوعا ما لأن أنا في الطريق والله مسافر، فهمتيني؟ ربنا معاك يا سيادة المستشار. الله يحفظك ويسعدك. وأنا زي ما قلت لحضرتك لا تلتفتي لأمثال هؤلاء. حتى السويسي الساقط اللي هو سيء السمعة على البرنامج ومعروف بأفعاله الغير أخلاقية، طالع النهاردة بيدافع وإزاي تتهم الست بكذا. أنت مالك؟ أنت صفتك إيه؟ إيه دخلك؟ دخلك ايه؟ انت سبب الفتنة هنا على البرنامج، وانت اللي مشغل مجموعة الأراجوزات بتوع المشاكس وأمثاله. هو مش الراجل ده عنده محل حدادة باين؟ حداد. اه. حداد، وبيدعي ان هو يعني صاحب مصنع حدادة، مع احترامي للحدادين المحترمين يعني.
وكمان هو ماسك بتاع شحن العملات وسرق قبل كده محافظ ناس، صح؟ انا سمعت هو انا حكاية اعرف ان محافظ هو ليه الناس اللي هو سرقها هو ومتولي سعيد. هو كان اقرب الناس لمتولي سعيد، وهو كان اكثر المدافعين عن متولي سعيد، وده اللي كان بيطلع ليل ونهار يقول انا كلمته وبكلمه كل نص ساعه، وبيدعي ان هو بيكلمه وهو في الحجز ما شاء الله عليه يعني. هي فين مدام هريس. سلمى لأن أبو مدى أزازة مدى ده. اه مدام سلمى لأن أبو أزازة ده دخل لي وكان بيعمل حاجات غريبة وبعت لي حاجات غريبة على الرسائل. على رسائل عند حضرتك يعني. ابو اه. ازازه ده مين ابو ازازه اللي هي تقريبا كانت رافعه اللي عليها قضيه، اسمه ايه؟ اللي حاصله لا، على اللي حكم تبع ضد متولي سعيد، خصمها. اللي تبع سلمى، اللي كان مغتصب سلمى، ايوه ايوه. الدجال. ابعتي لها، ابعتي لحضرتك أبو زرد، الرسائل. أبو زرد، أحمد أبو زرد. اه ده اللي الاستاذه سلمى حاصله على حكم ضده، هو ومتولي الاثنين. مم. تمام. انا عموما انا طلعت بس عشان اسلم على حضرتك. تمام. تمام. واستاذنك لان انا والله طب مش عارف ان انا اخد راحتي في الحديث يعني، الله عشان الناس يكرمك. طب نايمه في الإجراءات القانونية اللي أنا هاخدها ضد البني آدمة دي اللي عاملة نفسها محامية وبتسيء للمحاماة، مش معنى إن هي مفيش محامية مشكله. تعمل معايا كده. اسمعيني حضرتك، ابعتي لي، اكيد طبعا ملهاش الحق ان هي تتكلم او تهدد او كده. ابعتي لي حضرتك بس الرسائل وان شاء الله خير باذن الله. أنا وانا خفت هشارك مع ومسحت حضرتك. الرسالة اللي هو بعتها لي بصراحة، خفت. كان بعت لك رساله ايه، طلاسم يعني مثلا ولا ايه، مش امم فاهم. اه، تواصل. والله صحيح. طيب خير ان شاء الله. هستأذن حضرتك دلوقتي، ولما اوصل باذن الله كده ان شاء الله انا قربت اوصل، ان شاء الله ممكن اصعد مع تمام. حضرتك باذن الله. ربنا يكرمك يا سيادة المستشار وشكرا ليك. الله يحفظك ويسعدك. تحياتي لحضرتك الله يا يبارك مروان. لك يا رب، مع تحياتي السلامه، ليك، في امان الله، تحياتي. مع السلامه، مع تحياتي السلامة. لحضرتك. مع السلامة. لا، دي بني آدمة قليلة الأدب، ربنا ينتقم منها، حسبي الله ونعم الوكيل. الباروكة، الباروكة يا مستشارة، مش مستشارة، محامية. ايه يا أم مكة، عاجبك صورتي؟ عاجبك صورتي يا أم مكة؟ بصوا بصوا بصوا، جميلة. استنوا. أول مرة أضحك كده، أقسم بالله على الفيديو. استنوا. ناس قبلنا قالوا كلام يا للعجب، مفيش كلمة ترتكب من غير سبب على اه، شفتها. ثواني. أم مكة، ثواني. انتوا زعلانين ليه؟ زعلانين ان انا بقول على الرئيس ان هو خد على قفاه، هو فعلا خد على قفاه وخد قفا جامد جدا جدا جدا، خرج من زوره. وايه تاني؟ وطز فيك وطز في الامن الوطني. اه والله، ومحدش هيقدر يقرب.
على فكرة بجد والله انتوا انت يا ماما ده انت لو قدرتوا هتتسحبي، تتعلموا. لان الفيديوهات دي في الامن اللي الوطني. بيدافع عن ها يا واحد زي حبيبتي؟ السيسي ده وعمال يديله فروض الطاعة وكده، ده بني آدم عنده حاجة في دماغه بجد بجد والله العظيم. المفروض انتوا تروحوا تتعالجوا. شور كان عمو السيسي جاب لي حقي. قولي يا حبيبتي ذره من اللي قلته وانتي وريني هيحصل فيكي ايه. قال لي عمو السيسي هيجيب لك حق. لا يا حبيبتي محميه كويس، الدور والباقي عليكي. نفخه هوا ممكن تطيرك. اللي الرئيس السيسي مش عاجبك ده يا حبيبتي حميه حميه. السلام عليكم. السيسي خلاص بعد ما اكتشف موضوع الشعاع الأزرق اللي كان في العاصمة الإدارية وموضوع التجهيز هتحبس اذا كان يا اغبياء يا اغبياء. الفيديوهات دي كلها انتوا ليه بتقولوا لي الفيديوهات دي هتوديك في داهية يا ام مكة. على صفحتك الفيديوهات دي اقسم بالله هتوديكي في داهية. عارفة ليه؟ لان الفيديوهات دي يا حبيبتي في الامن الوطني. زعلانين ليه؟ زعلانين ها؟ انا بقولها على رئيس. ها الصفح دي الفيديوهات دي خلاص بعد الفيديوهات دي هتوديكي في داهية اقسم بالله هتوديكي في داهية. خلاص انت عارفة الفيديوهات دي فين يا حبيبتي؟ في الامن الوطني. والرئيس ما شاء الله الصوت، الرئيس السيسي وقف معايا وعمل لي التحاليل، وانا مدينة ليه بأي حاجة غير ان هو واقف جنبي. انا واحدة كنت ضايعة يا جماعة اقسم بالله، وكنت ما يعني اقول لكم ايه، ضايع، حاسه ان انا ما خدتش حقي خالص، وكل حاجه جايه على دماغي، وانا كنت اب وام والناس عماله تضايق فيا وترازي فيا، وانا كنت لوحدي، ما كانش معايا حد ومعايا طفلين وما كانش حد راحمنا. ففي يوم جالي كده اقسم بالله العلي العظيم نفسيتي تعبت، فطلعت قلت الكلام ده. بس الرئيس السيسي ما شاء رب يكرمه ويوقف ولاد الحلال اللي وقف معايا وراعي ظروفي وعمل لي التحاليل وعمل لي كل حاجة، واتعاملت معاملة حلوة في الأمن الوطني، وعزة جلالة الله هذا حصل. فالغبية راحة واخدة الفيديوهات دي. ممكن يا أستاذة أمل تطلعي؟ أنا كانت صفحتي 1,700,000. تعالي يا أستاذة أمل اطلعي اطلبي جست. استنى افتح لك الكيست. انا مش بكذب ولا بدعي، مفيش واحدة هتشتم الرئيس وهتخرج وتقعد كده قدامكم، وهي مش بنت رئيس. ولما هابي سألتها توري الفيديو دينا مراجيح، فانا اقول لكم ايه يعني انا اكتر مثال اهو، انتوا شايفيني وبتكلم براحتي اهو. يعني انا لو مش بنت الرئيس كان زماني قدامكم، ما كانش زماني قدامكم على الكلام اللي قلته ده يثبت ان انا بنته. لا ما سافروش في مصر. طب ابعتي جست يا استاذة امان. مشيت انا عايزة بس اشاهدك على حاجة بصفتك ان انتي كنتي متابعاني من الاول خالص لما كانت صفحتي 1,700,000. جميل. الله يعزكم يا رب حبايبي. هشغل صورة البقرة، رجلي بس واقفة بس. طب ابعتيلي طلب، ابعتيلي طلب. انتي اللي بتبعتي، انتي عندك مقفول. هروح اشرب مية، هروح اشرب. كل واحد اذاني اقسم بالله ما هسيب حقي. مين واحدة تقدر تقول المجنونة مكانها مستشفى المجانين يا ام ساجدة؟ يعني انا لو مجنونة يا روح امك كان زماني رحت الامن الوطني.
كان زماني رحت الأمن الوطني. ها، كان زماني رحت الأمن الوطني، ما كنتش قعدت قدامك يا حلوة يا جميلة. كان الأمن الوطني رحلني على المستشفى المجانين يا طعمة، وما كنتش خرجت منها يا قلبي لو أنا مجنونة. هاتيلي ذكر، لو بنت ذكر قولي اللي أنا قلته يا بنت الكلب انتي. لو بنت ذكر اطلعي قولي، لو بنت ذكر يا بنت الكلب اطلعي قولي اللي أنا قلته. خليكي مرغوبة كده مني يا أم سلمى، خليكي. ده انتي لبستي لابسة سودا، اوعي تفتكري الفيديوهات اللي معاكي دي هتوديني الأمن الوطني. لا 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 لا، الفيديوهات دي أصلا في الأمن الوطني، أقسم بالله في الأمن الوطني. فانتي اللي جبتيه ان انتي بتعملي فتنة، وانتي اللي بتشتمي الرئيس عشان انتي دورتي وحطيتي الفيديوهات عندك. معنى كده ان انتي مسؤولة عشان الفيديوهات دي في الأمن الوطني. فانتي ده انتي هتتنفخي. الفظ. الفاظ ايه مع اللي دول؟ الفاظ مع دول اشتمهم طلع عينيهم. انا اللي مش شفته مش كفايه، اللي شفته كفايه. هي وفاء عامر وليلى الشبح مرعوبين. عارفين مرعوبين ليه؟ مرعوبين يلمسوني وعارفين مكاني، لأنهم عارفين كويس إذا لمسوني أو جرالي حاجة عارفين إن هما هيدفعوا التمن غالي، وإن هما مش هيتسابوا. هما مش هيتسابوا. الله يعزكم. ما هما مش عارفين الجبانة راحت تورط نفسها اكتر وتحط فيديوهات عندي، يبقى معنى كده انت اللي بتروجي للموضوع ده. يا جماعة هما بقالهم سنتين على الحوار ده تهديد، ولا بيعملوا اي حاجة. ما يقدروش يعملوا لي حاجة. وانت بتروجي له ولا ايه بقى؟ انت بتروجي لجودة صبري ولا ايه يعني؟ انا نفسي افهم، انت بتروجي له؟ انت بتروجي له؟ انت بتروجي له؟ طب ابعتي يا استاذة امان. مين اصلا يقدر يقول الكلام ده؟ لا 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 لا، انا بسألكم مين اللي يقدر يقول الكلام ده؟ مين انت تقدري؟ انا مناخيري. انا بحب العنب ده احلى.
يا جماعة مفيش حاجة هتحصل لي، ما تقدرش ليلى الشبح تعمل لي حاجة. لو بنت راجل تعملها عشان تتصفى هي وعيالها، قبل ما تلمس شعر هتتصفى بجد، هي وبناتها. هي فاكراني زي الناس الغلابة اللي بتقدر عليهم؟ ده حظها الاسود وقعت فيا هي والتانية. دي جبانة. محدش هنا مكاني لما تقتلوا مفيش ذكاء وكان نفسهم الحوار طول وباخ وما عادش فاهم حاجة. فين الحكومة المصرية في الموضوع ده؟ بأمانة والله يعني هبة طلعت في ضيف قالت أنا قدمت محضر والنائب العام هياخد معرفش إيه. هبة أنت من فترة كنت بتتعاركي مع أهل شيكا، رحت عملت محضر عشان كده مسواه وسمعتك ولا معرفش إيه، وصورت المحضر ونزلتيه. ما تصوري دي أم المحضر وتنزليه بقى، إحنا ما عادش فاهمين حاجة. دي بتشتغل في شبكة دعارة، ودي بتقول ده بتاجر في الحشيش على ام مكة، ودي بعت اعضاء راجلة عشان خاطر تستغله. يا جدعان فين الحكومة المصرية؟ انتوا لو حد عارف في الشارع بتروحوا تجيبوه في ثانية. انت دلوقتي الدنيا خربانة، ده في عيال مخطوفة وبتاخد اعضائها، في حشيش يا عم الحاج في الموضوع. فين الحكومة المصرية يا جدع؟ ايه والله انتوا بس فاضيين للهيفة تروحوا تجيبوها. والقضية الخربانة اللي دايرة على النت دي، ام مكة دي طلعت ازاي؟ سيبنا من ما فيش فسيخ، ام مكة ماشية شمال، دي معروفة. واحدة بتشتغل في الفسيخ هتبني لي بيت بملايين وتركب لي عربية ومصاريفها تبقى بالدولارات. مش حلال. ده واحدة شمال اتأكد ده منها. طب اسمها ايه ديت؟ ليلى الشبح كانت صورة مع دينا مراجيح. طب انت اللي شغلك دينا مراجيح على ليلى الشبح؟ يلا صورة للذكرى. هبة الترك بتقول انا عملت محضر في النيابه العامه وهم اللي هيتخذوا الاجراءات. لا صورينا يا ابويا المحضر بقى، وعشان خاطر احنا خلاص جبنا اخرنا. صورينا المحضر كده ونزلوا لنا زي ما نزلت المحضر بتاع ام الشيكه وعملت نفسي كبيرة ساعتها. لا صوروه لنا بقى، احنا عايزين نطلعوا بقى. شوف هم هيطلعوا جثه بقى، هيمسكوكم هيعملوا، لان انت اشكالكم اصلا في اللايفات تحس ان انتوا مرعبين. انا لما حد بيجي عليا والله باخد حقي بالطريقه، ببرئ نفسي يعني ما فيش حاجه قدامي اهو. بس لما حد بيتكلم عليا بسكته بحق، مش بفضل اطلع رطرط بقى ساعة ما برميش غير الواقع من الاخر. يعني ليلى الشبح ايه اللي شغالها ان هي تراقب بنت الوزير ولا بنت محمد حسني؟ احنا مش هممنا حد، لا دي بريئه ولا دي، احنا عايزين بس ان احنا نشوف الحقيقه فين. ايه اللي شاغل الصحفي ما اعرفش اسمه سماحيه، اول ما دخلت اتكلمت عمل لي حظ. وليلى الشبح بعت لنا ناس، بعت للبنت ناس يراقبوها. انتوا اللي شاغلكم؟ اما انتوا صح ما تروحوا تقدموا محاضر وتصوروها وتثبتوا للناس ان انتوا صح. انتوا كده انتوا ضياع من الناس يا جماعه. انتوا تجار اعضاء وتجار حشيش، انتوا عصابه، واحنا كنا بنشجعوكم نعملوا لايكات وشير وبس. اعملوا محاضر بقى احنا هنتجنن. انتوا شمال والله العظيم، انتوا عصابه. انا سال والله. مش فاهم حاجه. فين الحكومه المصريه؟ والله انا اشير لك والنبي لا اشهرك يا ابني، والله لا اشهرك. استنى يا جماعه، من فتره كنت بتتعاركي مع اهل شيكا، والله لا اشهر. استنى اعملوا له يا جماعه، اعملوا له لايكات يا جماعه، ام المحضر وتنزليه بقى، احنا ما عادش فاهمين. اعملوا له لايكات وشير يا جماعه. شغال في شبكه دعاره، ودي بتقول ده بتاجر في الحشيش على ام مكة، اسمه الكابتن، ودي بعت اعضاء راجلة عشان خاطر تستغله. يا جدعان فين الحكومه المصريه؟ اسمه الكابتن. انتوا لو حد عارف في الشارع بتروحوا تجيبوه في ثانيه. انت دلوقتي الدنيا خربانه، ده في عيال مخطوفه وبتاخد اعضائها، في حشيش يا عم الحاج في الموضوع. فين الحكومه المصريه يا جدع؟ ايه والله ماشي. انتوا بس فاضيين للهيفه تروحوا تجيبوها. والقضيه الخربانه اللي دايره على النت دي، ام مكة دي طلعت ازاي؟ سيبنا من ما فيش فسيخ، ام مكة ماشيه شمال، دي معروفة. واحدة بتشتغل في الفسيخ هتبني لي بيت بملايين وتركب لي عربية ومصاريفها تبقى بالدولارات. مش حلال. ده واحدة شمال اتأكد ده منها. طب اسمها ايه ديت؟ ليلى الشبح كانت مصورة صورة مع دينا مراجيح. طب انت اللي شغلك دينا مراجيح على ليلى الشبح؟
يلا هبه الترك تقول انا عملت محضر في النيابه العامه وهم اللي هيتخذوا الاجراءات. لا صوري لنا يا ابويا المحضر بقى، وعشان خاطر احنا خلاص جبنا اخرنا. صوري لنا المحضر كده ونزلوا لنا زي ما نزلت المحضر بتاع ام شيكا وعملت نفسك بريئه ساعتها. لا صوروه لنا بقى، احنا عايزين نطلعوا بقى. شوف هم هيطلعوا الجثه بقى، هيمسكوكم هيعملوا، لان انت اشكالكم اصلا في اللايفات تحس ان انتوا مرعبين. انا لما حد بيجي عليا والله باخد حقي بالطريقه، ببرأ نفسي يعني ما فيش حاجه قدامي اهو، بس لما حد بيتكلم عليا بسكته بحق، مش بفضل اطلع رطرط بقى. اصلك ما برميش غير الواقع من الاخر. يعني ليلى الشبح ايه اللي شغالها ان هي تراقب بنت الوزير ولا بنت محمد حسني؟ احنا مش هنمنع حد، لا دي بريئه ولا دي، احنا عايزين بس ان احنا نشوف الحقيقه فين. ايه اللي شاغل الصحفي ما اعرفش اسمه سماحيه، اول ما دخلت اتكلمت عمل لي حظ. وليلى الشبح بعت لنا ناس، بعت للبنت ناس يراقبوها. ايه اللي شاغلكم؟ اما انتوا صح ما تروحوا تقدموا محاضر وتصوروها وتثبتوا للناس ان انتوا صح. انتوا كده انتوا ضياع من الناس يا جماعه. انتوا تجار اعضاء وتجار حشيش، انتوا عصابه، واحنا كنا بنشجعوكم ونعملوا لايكات وشير وبس. اعملوا محاضر بقى، احنا هنتجنن. انتوا شمال والله العظيم، انتوا عصابه. حوار طول وباخ ما عادش فاهم حاجه. فين الحكومه قبله في الموضوع ده؟ انت سمعت؟ هبه طلعت في ضيف قالت انا قدمت محضر والنائب العام هياخد والله انا اول مره اضحك كده. كنت تتعاركي مع اهل شيكا، رحت عملت محضر عشان كانوا مسواه وسميتك ولا ما اعرفش ايه. انتوا صورت سمعت؟ المحضر ونزلتيه. ما تصوري دي نوم المحضر وتنزليه بقى، احنا ما عادش فاهمين حاجه. دي يقول دي بتشتغل في شبكه دعاره، ودي بتقول ده بتتاجر في الحشيش على ام مكة، ودي بعت اعضاء راجلة عشان خاطر تستغل. يا جدعان فين الحكومة المصرية؟ ده انتوا لو حد تعارك في الشارع بتروحوا تجيبوه في ثانية. انت دلوقتي الدنيا خربانة، ده في عيال مخطوفة ومتاخد اعضائها، في حشيش يا عم الحاج في الموضوع. فين الحكومة المصرية يا جدع؟ ايه والله انتوا بس فاضيين للهيفة تروحوا تجيبوها. والقضية الخربانة اللي دايرة على النت دي، ام مكة دي طلعت ازاي؟ سيبنا من ما فيش فسيخ، ام مكة ماشية شمال دي معروفة. واحدة تشتغل في الفسيخ هتبني لي بيت بملايين وتركب لي عربية ومصاريفها تبقى بالدولارات. مش حلال. ده واحدة شمال اتأكدنا منها. طب اسمها ايه ديت؟ ليلى الشبح كانت مصورة صورة مع دينا مراجيع. طب انت اللي شغلك دينا مراجيع على ليلى الشبح؟ يلا هبه الترك تقول انا عملت محضر في النيابه العامه وهم اللي هيتخذوا الاجراءات. لا صوري لنا يا ابويا المحضر بقى، وعشان خاطر احنا خلاص جبنا اخرنا. صوري لنا المحضر كده ونزلوا لنا زي ما نزلت المحضر بتاع ام شيكا وعملت نفسك لا انتوا مهولين بصراحه، اقتلونا ان شاء الله. شوف هم هيطلعوا الجثه زي احنا في شيكاغو يمسكوكم هيعملوا، لان انت اشكالكم اصلا في اللايفات تحس ان انتوا مرعبين. انا لما حد بيجي عليا والله باخد حقي بالطريقه، ببرأ نفسي يعني ما فيش حاجه قدامي اهو، بس لما حد بيتكلم عليا بسكته بحق، مش بفضل اطلع رطرط بقى. اصلك ما برميش غير الواقع من الاخر. يعني ليلى الشبح ايه اللي شغالها ان هي تراقب بنت الوزير ولا بنت محمد حسني؟ احنا مش هنمنع حد، لا دي بريئه ولا دي، احنا عايزين بس ان احنا نشوف الحقيقه فين. ايه اللي شاغل الصحفي ما اعرفش اسمه سماحيه، اول ما دخلت اتكلمت عمل لي حظ. وليلى الشبح بعت لنا ناس، بعت للبنت ناس يراقبوها. ايه اللي شاغلكم؟ اما انتوا صح ما تروحوا تقدموا محاضر وتصوروها وتثبتوا للناس ان انتوا صح. انتوا كده انتوا ضياع من الناس يا جماعه. انتوا تجار اعضاء وتجار حشيش، انتوا عصابه، واحنا كنا بنشجعوكم ونعملوا لايكات وشير وبس. اعملوا محاضر بقى، احنا هنتجنن. انتوا شمال والله العظيم، انتوا عصابه. حوار انتوا عصابه. والله ده عسل قوي. اتفضلوا بوز القرد اهي، بوز القرد ومعاها الحيزبون التاني. بعتلي اغنية ولاد الصرمة. حبة عصافير وبتهري كتير، ادعولي ما انا اللي مكبركم. امي مين بيحبكوا بايع على رغيكوا، ده لسانكم ده اللي مأخركم. بس انا مش فاضل لما افضى اجيلكم، هتشوفوا مني
مني حاجات غريبة. ده انا هوريكي، شكلك جنتلمان مش ده انا هوريكي يا مجرمة، يا خطفت العيال من العيادات يا جزمة، يا بتاعت الروضة. يا بتاعت الروضة، المحل الفسيخ المنتن اللي مليان دود. ما انت اتكيفتي يا ام مكة اما جوزك اتضرب على دماغه دب بالمطوة. ما انت اتكيفتي يا اختي اما طردوكوا من الروضة. ما انت اتكيفتي اما مسكوا جوزك راحوا رقعوه على صداغه وطردوكوا من الشارع. ما انت اتكيفتي اما مسكوا جوزك راحوا ردوا. ما هتحلي، كنت تحلي يا اختي من اهل الشارع بتوعك اللي خرجوكوا بزفة وخلوا العيال يزفوكوا في الشارع ويحدفوكوا بالطوب. يا ولاية ده انت خايفة تدخلي الروضة، تدخلي المحل بتاعك. يا ولاية انا هجيب لك السجل المدني بتاعك. يا ولاية، يا ولاية اقسم بالله خارجة بفضيحة، والله خارجة من الروضة بفضيحة. مسكوها راحوا رقعوا جوزها وضربوه بالمطوة في دماغه وكانوا تلطيش وبهدلة، وهي قعدت جاية تحوش راحوا مسكوها برضو وهاتك يا ضرب فيها. ده انت اللي ما تحلتيش يا شيخة، هتيجي تحلي معايا؟ يا لهوي والله منعينها من دخول المحل اقسم بالله، والله مسكوها فرموها في الروضة. الناس اشراف مسكوها طلعوا ميتين 3 امها. دي كانت خدامة، دي كانت خدامة عند عصام الحضري. والله الله يرحم، كانت الجلابية كانت بتوصل لتحت الركبة وكانت بتلبس بناطيلهم تحتها صوف بتاع جده ده اللي كان بيلبسوه زمان ده، وبتوصل تحت صدرها كده.